ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله في الفيديو دوت انا هتكلم عن لو انت جاي هنا امريكا، ايه هي الولايات اللي يستحسن انت تبعد عنها، وايه هي الولايات المناسبه ان انت تقدر تعيش فيها وان انت تقدر تلاقي شغل وفي نفس الوقت تقدر برضو تصرف وتبقى مرتاح شويه. هنتكلم عن كل حاجه فيهم من ناحيه المميزات والعيوب بتاعتهم. فلو كده يلا بينا نبدا. طيب اول حاجه هنتكلم عليها هي الولايات اللي انت يستحسن انت تبعد عنها لو انت بالذات اول مره تيجي هنا امريكا، او لو انت جاي هنا امريكا معكش المبلغ الكبير وما ما تعرفش اذا كنت هتلاقي شغل ولا لا. فتعال نبدا الاول بالولايات اللي انت يستحسن انت تبعد عنها. اول ولايه يستحسن ان انت تبعد عنها وان انت فعلا لو انت جيت هنا امريكا اول مره يستحسن ان انت ما تجيش الولايه ديت خالص، هي كاليفورنيا. ليه انا قلت كاليفورنيا؟ لان كاليفورنيا لو ناس كتيره جدا عارفه الموضوع دوت، بس لو انت ما تعرفش كاليفورنيا غاليه جدا. تكلفه المعيشه فيها غاليه جدا. ممكن ان انت ما تعرفش حتى تعيش فيها من ناحيه لو انت عايز تأجر شقه او لو انت حتى عايز تجيب عربيه. هي حرفيا يعني منطقه او هي ستيت ليها علاقه بالناس اللي هم الاغنياء اللي موجودين هنا في امريكا، الناس اللي هم زي بيسموهم اللي هم السليبريز، اللي هم الناس اللي هم معاهم فلوس، المغنيين، الممثلين، الناس بتوع السوشيال ميديا، كل الشركات الكبيره زي مثلا فيسبوك، جوجل، كل الكلام دوت المقر الرئيسي بتاعهم موجود هناك في كاليفورنيا. فهي الستيت دي في العموم غاليه جدا. تكلفه المعيشه فيها غاليه جدا، وصعب ان انت بالذات لو انت جاي من دوله عربيه او مثلا لو انت جاي من مصر صعب جدا ان انت تلاقي فيها حتى شغل. لو لقيت شغل هتلاقي فيها شغل على اساس ان انت مثلا عامل شويه، يعني شغل عامل، يعني مثلا ممكن تشتغل في بنزينه، ممكن تشتغل في مطعم حتى لو انت معاك شهاده. ليه؟ لان الكومبيتيشن فيها او المنافسه فيها عاليه جدا، بتنافس ناس معاهم شهادات من اكبر كليات موجوده في العالم. الخبره بتاعتهم كويسه جدا. بقى لهم كتير في امريكا. فكل يعني ايه المناخ مش هيكون مناسب ليك جدا بالنسبه لولايه كاليفورنيا. وفي المقابل لو انت اضطريت ان انت مثلا تشتغل شغلانه مثلا مثلا شغال شغلانه سوبر ماركت، او حتى شغال شغلانه مثلا على القد شويه، حاجه مؤقته مثلا شغال في مطعم او اي حاجه من الحاجات دي، هتلاقي نفسك مرتبك كله حرفيا رايح للسكن او للمعيشه، وفي نفس الوقت مش ساكن في احسن مكان او في احسن منطقه او اي حاجه من الكلام ده. لا لا خالص. هناك في كاليفورنيا اول حاجه مثلا البنزين غالي جدا. اسعار الشقق هناك غاليه جدا. يعني انت مثلا ممكن تروح تجيب شقه هناك، ممكن اوضه وصاله حرفيا ممكن تدفع لك 5 و6000 دولار في الشهر، ومش في منطقه حلوه. المرتب هيبقى عالي شويه كمقارنه لما تاخد مرتب في ولايه تانية مثلا زي ولايه مثلا زي تكساس. بس في نفس الوقت المعيشه هناك غاليه جدا، فهيبقى صعب جدا ان انت تقدر توفق ما بين الاثنين. فهتلاقي نفسك ان انت بتعاني شويه، شغلانه مش هتبقى حلوه جدا. لو عايز تلاقي شغلانه حلوه هتلاقي الكومبيتيشن عاليه او المنافسه عاليه جدا، مش هتقدر ان انت تنافس الناس ديت في الوقت الحالي لان انت لسه جاي امريكا. وفي نفس الوقت المصاريف اللي هتيجي يا دوبك على القد، مش هتقدر تعمل اي حاجه، مش هتقدر تعيش مستريح قوي. طيب دي كان بالنسبه لعيوب كاليفورنيا. هي المميزات بتاعتها ايه؟ فيها عرب كتير لو انت عايز تحتك بالعرب، وانا دي ما بنصحهاش. وهتكلم عليها بعدين ليه. طبعا من اكتر الاسباب اللي مخلي مثلا كاليفورنيا حلوه جدا وناس كتيره جدا بيبقوا عايزين يروحوا يقعدوا فيها ان المناخ بتاعها كويس جدا. لو انت طبعا بتحب البحر، فيها طبعا بحر. وزي ما قلت المناخ بتاعها كويس جدا، فدوت اصلا من ضمن الاسباب اللي بيخلي الناس اللي هم الفنانين والممثلين ولاعيبه الكوره او اللعيبه في العموم بيحبوا ان هم يقعدوا في كاليفورنيا لان المناخ بتاعها مناسب جدا. في اغلبيه الوقت سواء مثلا وقت الصيف او وقت البرد مثلا، المناخ بتاعها بيبقى كويس. فديت المميزات بتاعتها. بس طبعا عشان تقدر تاخد المميزات بتاعتها لازم يكون انت راجل مرتبك كويس عشان تقدر تعيش كويس وتقدر تستفيد بالحاجات التانية. فلو انت لسه جاي جديد امريكا هيبقى صعب جدا ان انت تعيش في كاليفورنيا يعني. طيب الولايات التانية اللي انا برضو مرجحش ان الناس تسافرها وكل الناس بيسافروها اول ما بيجوا هنا امريكا، وهي نيويورك. ليه ما انصحش بنيويورك؟ تعال لما نقول العيوب بتاعتها وبعد كده بنتكلم عن المميزات بتاعتها. طيب ايه هي العيوب بتاعت نيويورك؟ نيويورك حاجه عامله بالظبط زي كاليفورنيا. نيويورك حرفيا زي ما يكون كنا بيقول لك ايه، الستيتس بتاعت الناس الاجانب اللي بيجوا هنا امريكا اللي جايين من كل انحاء العالم. ففي نفس الوقت الكومبيتيشن فيها او المنافسه فيها عاليه جدا، لان بيجي ناس كويسين جدا في ايا كان المجال ايه. معاهم شهادات كويسه جدا، معاهم خبره كويسه جدا. فعشان تعرف ان انت تنافس الناس ديت لازم تكون انت على قد المستوى بتاعهم او على قد الليفل بتاعهم، لان الشركات اللي هناك بتبقى شركات قويه شويه. يعني الاختيارات بتاعتهم بتبقى دقيقه جدا لان بيبقى قدامهم ناس كتيره جدا معروض عليهم وناس السي في بتاعهم قوي جدا. فانت مش هتعرف برضو ان انت تجاري الناس ديت وانت لسه جاي امريكا ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي. الحاجه التانية طبعا العيشه فيها طبعا غاليه. انا اعرف ناس عايشين هناك في نيويورك في منطقه مش حلوه، يعني عاديه، منطقه عاديه خالص. ممكن في اوضه وصاله او اوضتين وصاله بيدفعوا في الشهر بما يعادل 3500 دولار او 4000 دولار في الشهر.
انت راجل طبعا لسه جاي من مصر او جاي ايا كان من دوله عربيه، معكش المبالغ الكبيره جدا ديت، فعشان تروح تدفع اول شهر بس او شهر سكن $4000، ده مبلغ كبير جدا ان انت تدفعه، غير طبعا اكلك وشربك، يعني هتلاقي نفسك بتصرف مصاريف مهوله. فعشان كده انا ما برجحش ان انت اول لما تيجي هنا تيجي نيويورك، لان العيشه فيها غاليه جدا، ومش هتعرف ان انت تلاقي شغلانه محترمه ان انت تشتغل في شركه او اي حاجه من كده. لو انت حابب طبعا هتلاقي نفسك مضطر ان انت تشتغل، اغلبيتهم بيشتغلوا الشغلانه دوت اللي هي اوبر او ليفت. الليفت ديت اللي هي حاجه عامله زي كريم في مصر، زي اوبر بالظبط بس شركه ثانيه. فهتيجي هنا هتلاقي نفسك مش قادر ان انت برضو تجاري الكلام دوت، وهتضطر ان انت تشتغل شغلانات قليله، فيا دوبك المرتب بتاعك هيكون على القد. فدي برضو من ضمن عيوب نيويورك زي ما قلت، ان السكن فيها غالي، المصاريف فيها غاليه جدا، وبرضو المنافسه فيها عاليه، لان فيها من كل انحاء العالم، مليانه حرفيا من كل انحاء العالم. فانا ما برجحش ان انت لو انت لسه جاي من مصر او لسه جاي من دوله عربيه ان انت تيجي على نيويورك. الحاجه الثالثه ممكن ناس يشوفوا ديت ان ديت هي ليها مميزات وليها عيوبها، فانا هتكلم على الجزء بتاع العيوب بتاعتها، اللي هي لما انت تيجي هنا نيويورك في عرب كتير جدا جدا. ولو انت مثلا مصري، في مصريين كتير جدا حرفيا في منطقه بس في نيويورك اسمها كوينز. كوينز دي ما فيهاش غير بنسبه 90% بس مصريين، مطاعم مصريه، محلات مصريه، كل حاجه مصريه. انا هتكلم عن العيوب بتاعتها، هي طبعا ليها مميزات بس انا هتكلم عن العيوب بتاعتها الاول. العيوب بتاعتها ايه؟ ان انت حرفيا لو انت جاي وعايز تختلط في المجتمع الامريكي وجاي على نيويورك مثلا، ممكن حرفيا ما تختلطش بالمجتمع الامريكي. يعني انت ممكن ما تتكلمش كلمه انجليزي وتبقى عايش حياتك كلها بتتكلم عربي ليل نهار، لان كل اللي حواليك بيتكلموا عربي، فانت هتلاقي نفسك حرفيا انت قاعد في امريكا بس ما بتتكلمش انجليزي. فاهم قصدي ايه؟ او مش مختلط بالمجتمع الامريكي نهائي، فما تعرفش عنهم حاجه. وديت انا حاجه ما برجحهاش خالص. وفي نفس الوقت زي ما بقول، لما بتختلط بعرب كتير او بمصريين كتير، بحس ان انت بتلاقي مشاكل كتيره، بتحس ان انت قاعد في مصر، يعني زي ما بيقولوا صوابعك مش زي بعضها، فتلاقي ناس ممكن يكونوا منافسين عليك، ناس ما بيدوكش النصايح. فهتلاقي نفسك داخل في مشاكل كتيره لان انت مختلط بعرب كتير او بمصريين كتير، فانت حرفيا كانك زي ما كنت سبت مصر وجيت هنا امريكا، بدل ما تقعد مع ناس تانية وتتعلم ثقافات تانية، لا انت بتلاقي نفسك ان انت في دوريه، الدوريه دي كلها عباره عن مصريين وعن عرب، فبتلاقي نفسك ان انت ما بتختلطش بامريكان او باجانب في العموم، فبتحس ان انت ما بتعرفش اي حاجه خالص، يعني ما بتعرفش اي حاجه خالص عن امريكا. النماذج اللي موجوده هناك في نيويورك مثلا كمصريين اغلبيتهم شغالين عمال، او مثلا شغالين مثلا في محلات اكل، ديليفري، اوبر، ليفت، شغالين طبعا على اللي هو الفود تراك، اللي هي العربيات اللي بتبقى واقفه في التايم سكوير اللي بتعمل اكل. فبتلاقي نفسك طموحك بتقل، يعني انت جاي امريكا معاك طموح كبيره، عايز تعمل حاجه لنفسك، بتلاقي الطموح دوت حاجه بحاجه بيقل، لان انت كل المربع اللي قدامك او كل الدوريه اللي قدامك اللي انت شايفها كلهم بيشتغلوا في حاجات ما يعني مش هي دي الطموح. يعني لو انت حاطط في دماغك ان انت تكبر هنا في امريكا وتشتغل في شركات كبيره ويبقى عندك مستقبل ويبقى عندك كارير، انا ما برجحش الايه المناخ دوت او البيئه ديت، لان هتاثر عليك بالسلب شويه. الحاجه الرابعه اللي انا برضو عايز اتكلم عليها هي وحشه كبالنسبه ان انت طبعا مختلط بمصريين او بعرب كتير جدا. بتلاقي اللي هو زي بيقول لك ايه، في ديستراكشنز جامد، يعني في وشوشه كتير. بتلاقي نفسك لو انت عايز تعمل حاجه، عايز تذاكر، عايز تدخل كليه، عايز تركز في شغلك، زي كأنك انت قاعد في مصر، بتلاقي دوت بيخش يكلمك تعالى ننزل نقعد على القهوه، بتلاقي دوت بيخش يكلمك تعالى نروح الحته الفلانيه. فبتلاقي نفسك ان انت بتضطر ان انت ايه، تنحرف شويه عن الطريق اللي انت جاي عليه، اللي هو مثلا لو انت عايز تبني حاجه او لو انت عايز تشتغل على نفسك، هتلاقي نفسك بتنحرف عن الطريق دوت، لان بتلاقي في ناس كتيره بتكلمك بتاخدك في طرق تانية بعيده. فاهم؟ فسهل جدا ان انت تبقى جاي على هدف معين، سهل جدا ان انت تيجي نيويورك الهدف ده ما تقدرش ان انت تحققه، لان المناخ اللي حواليك بياخدوك في مناطق كتيره، وتلاقي نفسك ان انت ما بتحطش كل وقتك او كل مجهودك لشغلك او ان انت تتعلم او ان انت تطور نفسك. لا، زي مصر بالظبط كده، تلاقي ناس يكلموك تعالى ننزل نتفرج على الماتش، تعالى نروح الحته الفلانيه، فتحس ان انت مش قادر تحط وقتك كله لحاجه واحده. طيب مميزاتها ايه؟ طبعا المميزات لو انت جاي هنا امريكا والانجليش بتاعك وحش جدا، انا على فكره لما اقول وحش جدا يعني حرفيا وحش، بمعنى ان انت لو انت عايز تطلب لنفسك اكل ما تعرفش تقول ايه، يعني او ما تعرفش تطلب اكل لنفسك ازاي، هو ده اللي انا بقول عليه وحش. لكن انت لو بتعرف تتكلم بس اللي هو على الاقل تطلب اكل، تركب عربيه وتروح تقول له انا عايز اروح المشوار الفلاني، او لو تهت تقدر تسال واحد مثلا انا ازاي اروح البيت او ازاي اروح الحته الفلانيه او ازاي اركب القطر، يبقى انت كده الانجليش بتاعك مش كويس، بس تقدر انت تتعامل، هو ده اللي انا بتكلم عليه. بس لو انت الانجليش بتاعك وحش جدا، يعني ما بتعرفش حرفيا تتكلم انجليش خالص ومحتاج مساعده، نيويورك طبعا احسن ولايه تقدر تروحها، لان زي ما قلت فيها عرب كتير جدا. انا اعرف ناس قاعدين في نيويورك اقسم بالله ما بيتكلموش انجليزي، يعني انت قاعد في امريكا والله ما بيتكلموا انجليزي خالص، يعني ما
يعني ما يعرفوش اي حاجه عن الانجليزي خالص يعني. فهم قاعدين في امريكا ما بيتكلموش انجليزي خالص، لان هم في دوريه، الدوريه دي عباره عن كلها عرب بنسبه 90%. فلو انت الانجليش بتاعك وحش جدا جدا، اكيد طبعا نيويورك هتبقى احسن حاجه ليك. لو انت جاي هنا عايز تختلط بعرب بس وعايز تحتك بيهم بس، يبقى نيويورك طبعا احسن ولايه ليك تقدر ان انت تعمل الكلام دوت. وزي ما قلت انت حرفيا ممكن ما تحتاجش انجليزي، لان انت ممكن تقعد في منطقه كل حاجه حواليك كلهم بيتكلموا مصري او كلهم بيتكلموا عربي في العموم، تقدر تجيب اكلك وشربك من غير ما تستخدم اي كلمه انجليزي. طيب من ضمن المميزات برضو اللي موجوده في نيويورك، ان انت حرفيا لو انت مش عايز تشتري عربيه، مش لازم ان انت تشتري عربيه، لان هناك المواصلات متاحه جدا وكويسه جدا زي مصر كده. اللي هو الصاب واي او اللي هو المترو شغاله على طول، الاتوبيسات شغاله على طول. ففي مواصلات كتيره، مش لازم ان انت يكون معاك عربيه. بس اكيد لو انت عندك عيله يعني اولاد وزوجه، بنسبه كبيره هتحتاج عربيه يعني، لان هيبقى صعب ان انت كل ما تبقى رايح اي مشوار محتاج ان انت تاخد ولادك وتنزل تركب المترو او تركب الاتوبيس، هيبقى فيها حته تعب شويه، فاكيد هتحتاج عربيه. لكن لو انت لوحدك لا، ما مش لازم تجيب عربيه خالص يعني، ممكن ان انت تتحرك جوه نيويورك بسهوله جدا باستخدام المواصلات يعني. فدي ميزه كويسه جدا في نيويورك. الحاجه الثانيه اللي برضو ليها ميزه كويسه جدا في موضوع نيويورك، ان انا مثلا بالنسبه لي انا مثلا انا قاعد في تكساس، فعشان اجي هنا امريكا بالذات لو انا جاي من مصر بركب طيران 16 ساعه، طبعا بيبقى غالي، وفي نفس الوقت بركب طيران 16 ساعه المسافه من هنا لحد مصر. يعني بركب مثلا ايا كان طيران ايه، مثلا الطيران الالماني مثلا من هنا لحد المانيا، ومن المانيا لحد القاهره، فده بيبقى مكلف وفي نفس الوقت بيبقى عدد ساعات كتيره. انما في المقابل لو انت قاعد في نيويورك، وانا شايفه ان دي ميزه، مثلا حاجه مثلا زي مصر الطيران بيبقى هو دايركت، طياره واحده من مصر او من القاهره لنيويورك، وسعرها طبعا بيبقى ارخص، لان هي كلها بتبقى 10 ساعات، عكس لما طبعا بتبقى 16 ساعه. ان انت حرفيا لو عايز تروح من نيويورك لمصر او من مصر لنيويورك، هي طياره واحده 10 ساعات بتلاقي نفسك في نيويورك، او طياره 10 ساعات من نيويورك للقاهره، فالموضوع بيبقى سهل. دي انا برضو شايفها ميزه الصراحه في موضوع نيويورك. والميزه الثالثه طبعا ان انت زي ما قلت لك هتلاقي ناس كتيره موجوده هناك في نيويورك. لو انت راجل حاسس ان انت الغربه بالنسبه لك صعبه جدا، صدقني لو رحت نيويورك انت هتحس ان انت قاعد في مصر، يعني حرفيا مليار في المية قاعد في مصر. هتلاقي ناس بيكلموك كل يوم، بتنزل تقعد على القهوة، شيش موجودة وماتشات وكل حاجة ودومنة وطاولة وكل حاجة كل حاجة، يعني انت مش هتحس بغربة. انا رحت نيويورك زيارة، قعدت مع ناس هناك، قالوا لي كلمة واحدة بس، قالوا لي احنا لو سيبنا نيويورك احنا كده هنبدأ نحس ان احنا فعلا قاعدين في غربة، لكن طول ما انت قاعد في نيويورك انت مش حاسس ان انت قاعد في غربة. ودي طبعا ميزة طبعا ما اقدرش ان انا انكرها. وفي حاجه تانية من ضمن العيوب بتاعت نيويورك برضو، دي برضو انا شايفها من ضمن العيوب، بالذات لو انت جاي مثلا من حته زي مصر ومش متعود على الجو الساقع جدا زي التلج والكلام دوت. ابعد طبعا عن نيويورك، لان نيويورك في الشتاء بيبقى فيه تلج هناك والجو بيبقى ساقع جدا يعني. فلو انت ما بتحبش الجو دوت والسقعه والكلام دوت، نيويورك بالنسبه لك هتبقى صعبه جدا، لان في الشتاء الدنيا فيها بتبقى صعبه جدا يعني. طيب ايه هي الولايات الكويسه؟ هما في ولايتين ان انا شايفهم كويسين جدا، طبعا في ولايات كتيره جدا بس صعب ان انا طبعا اذكرهم كلهم يعني، بس انا ممكن اقول لك ولايتين كويسين جدا لو انت جاي هنا امريكا وما تعرفش حد وعايز تبدا في ولايتين يكونوا كويسين جدا كبالنسبه لمستوى المعيشه، كبالنسبه مثلا للايجارات، لان انت تلاقي شغل. تعال نتكلم على الاثنين دول. اول واحده مثلا ممكن اقول لك فلوريدا. فلوريدا كويسه جدا، المناخ فيها كويس جدا، وطبعا ستيت اللي هي بيقول لك ساحليه، يعني فيها طبعا بحر، لو انت بتحب البحر كتير وبتحب ان انت تنزل بحر وحاجات زي دي، فلوريدا كويسه جدا. بس طبعا في حتت في فلوريدا ممكن تبعد عنها، يعني ممكن تبعد مثلا عن ميامي، مثلا ممكن تروح تقعد في سيتي تانية اسمها تامبا دي كويسه جدا. مستوى المعيشه فيها تقدر ان انت تعيش، ممكن ان انت تروح تجيب لك شقه هناك لو انت معاك عيله، اوضتين وصاله مثلا في منطقه كويسه محترمه، ممكن تدفع لك مثلا في حدود $2000 في الشهر، او 1700 او $1800، او ممكن 1600 كمان. الاكل والشرب فيها رخاص، مش زي طبعا نيويورك ومش زي كاليفورنيا. والحاجه المهمه ان المنافسه فيها قليله جدا، يعني مش قليله جدا بس المنافسات فيها قليله. يعني لو انت عايز تبدا وتشتغل في شركه وتلاقي نفسك ان انت بتبني لنفسك كارير، تقدر ان انت تلاقي شركات بتعين في منطقه زي مثلا فلوريدا من غير اي مشكله. مش هيطلبوا ان انت يكون عندك الاكسبيرينس الفظيعه جدا ولا الكواليفيكيشنز الفظيعه جدا، لا تقدر تبتدي فيها. وزي ما قلت سهل جدا ان انت تقدر تتاقلم هناك، بالذات لو انت حتى الانجليش بتاعك كويس نسبيا. لو انت عايز تكمل تعليم هتلاقي فرص تعليم هناك. هل مثلا نيويورك وكاليفورنيا ما فيهمش فرص تعليم؟ لا فيهم فرص تعليم، بس هتلاقي الجامعات غاليه، لان مستوى الستيت غاليه، فهتلاقي الموضوع غالي جدا، وانت بتشتغل شغلانه بتقبض ملاليم، فهتلاقي نفسك لا طب انا اللي دخلني كليه ده، انا عمري ما ان انا هقدر
ادفع فلوس كليه ولا اعمل اي حاجه، وفي نفس الوقت المرتبات قليله. فيستحسن ان انت تبدا في ولايه تكون نسبيا كويسه، ما تبقاش غاليه جدا عليك، عشان تقدر تعيش وتقدر تحقق الاحلام او تقدر تحقق الحاجات اللي انت عايزها. فطبعا ولايه زي فلوريدا لو انت عايز تدخل كليه وعايز تكمل تعليم او عايز تتعلم او تعمل ماجستير او تعمل مثلا تبدا من اول وجديد بكالوريوس من اول وجديد، هتقدر ان انت تعمل كده وانت حتى شغال. زي ما قلت المنافسه فيها قليله شويه كمقارنه بكاليفورنيا ومقارنه بنيويورك. يعني انت لو عندك اكسبيرينس كويسه نسبيا مثلا، يعني في مجال البرمجه مثلا او حاجه زي كده، لا تقدر لو انت جيت قارنتها بان انت تقدر تلاقي شغل في مجال البرمجه في نيويورك ولا تلاقي شغل في مجال البرمجه في فلوريدا، لا بنسبه مليون في المية هتقدر ان انت تلاقي شغل اسهل نسبيا في فلوريدا مقارنه بكاليفورنيا ونيويورك. لان زي ما قلت نسبه المنافسه قليله مقارنه بنسبه المنافسه في كاليفورنيا وفي نيويورك. ايه هي العيوب بتاعتها؟ ان انت لو رحت حته زي فلوريدا بنسبه كبيره لازم تشتري عربيه او لازم يكون معاك عربيه، لان المواصلات هناك مش سهله كمقارنه بنيويورك. نيويورك ان انت حرفيا ممكن تنزل تركب اي، مش لازم انت حتى تجيب عربيه، ممكن انت تركب المترو، ممكن انت تركب اتوبيس عادي زي ما اتكلمنا عن الموضوع دوت من غير اي مشكله. انما فلوريدا الموضوع صعب شويه، لازم يكون معاك عربيه عشان ما فيش مواصلات متاحه، فدي نقطه وحشه شويه في موضوع فلوريدا. طيب والعيوب الثانيه اللي موجوده في فلوريدا ان انا زي ما قلت هتلاقي عرب، بس مش هتلاقي عرب بالنسبه الكبيره جدا مقارنه بنيويورك وكاليفورنيا، هيكونوا قليلين شويه. فدي حاجه برضو بترجع لك، انت عايز تبقى يعني تبقى مين اللي حواليك؟ هل انت عايز تبقى حواليك اجانب وامريكان وناس من جنسيات مختلفه وتحتك بيهم وتتعامل معاهم وتفهم ثقافات جديده، ولا انت عايز تبقى يعني ايه حواليك عرب او مصريين بس؟ فدي حاجه برضو ترجع لك، ما اقدرش اقول لك ان هي ميزه او هي عيب، لان دي حاجه يعني ايه بتبقى متوقفه عليك انت وايه الرغبه بتاعتك. الولايه الثانيه اللي هتكلم عليها والولايه اللي انا قاعد فيها هي تكساس. تكساس زي فلوريدا بالظبط، مستوى المعيشه فيها زي بالظبط فلوريدا. بالنسبه للكليات تقدر تدخل كليه تقدر تشتغل، نسبه المنافسه قليله مقارنه بنيويورك وكاليفورنيا، العيشه فيها سهله. زي ما قلت برضو من ضمن العيوب بتاعتها ان انت لازم هتكون محتاج عربيه، لان المواصلات مش متاحه. تقدر تجيب شقه هنا حتى لو انت معاك عيله، الشقه ممكن تخش لها في رينج مثلا 1700. لو انت هتجيب شقه كبيره شويه اوضتين وصاله في منطقه محترمه، تقدر ان انت تلاقي شغل، تقدر ان انت تسعى وتدخل كليه وتبدا من اول وجديد وتلاقي شغل في شركات محترمه مفيش اي مشكله خالص. عيوبها زي فلوريدا بالظبط، ان انت لازم هيكون محتاج عربيه، وزي ما قلت العرب فيها مش نسبه كبيره جدا كمقارنه بين نيويورك وكاليفورنيا. فيها اكيد مليون في الميه عرب، بس مش بالحجم الكبير اللي موجود في كاليفورنيا ونيويورك. تعال نتكلم على وجهه نظري. انا لما جيت هنا امريكا كنت ايه اللي انا حابه؟ انا كنت حابب ان انا صراحه ابعد عن العرب شويه، ما اختلطش بيهم. ليه؟ لان انا جاي بلد جديده، عايز اتعلم ثقافات جديده، عايز احتك بالامريكان، عايز اعرف الناس دي بتفكر ازاي، عايز اعرف الناس دي ايه احسن تعامل معاهم. ليه انا عايز اعمل كده؟ لان انا عندي طموح ان انا اشتغل في شركات كبيره، ان انا اشتغل في شركات كويسه. لو انا ما بحتكش بامريكان يبقى انا ازاي هشتغل معاهم وافهم ايه اللي هم عايزينه؟ لان اغلبيه الشركات كلها فيها امريكان، فازاي ان انا هشتغل في الشركات ديت وانا اصلا ما بحتكش بالناس ديت؟ فكان بالنسبه لي الهدف بتاعي ان انا اجي احتك بامريكان كتير جدا وافهم دماغهم ازاي واقدر ان انا اتعامل معاهم. دي كان بالنسبه لي كان هدف كبير يعني. الحاجه الثانيه برضو واقولها بامانه، لو انا كنت اول لما جيت هنا امريكا كنت رحت نيويورك مثلا، ما اعتقدش ان انا كنت عملت الماجستير اللي انا عملته. انا عملت ماستر هنا في البيزنس اناليتكس هنا في امريكا، ما اعتقدش ان انا كنت عمري في حياتي ما كنت هعمل ماستر ولا اي حاجه، لان زي ما قلت لك الناس هناك كتيره. ده تلاقي واحد يكلمك تعالى ننزل نقعد على القهوه، تعالى نروح هنا، تعالى نروح هنا، فهتلاقي نفسك ان انت تركيزك مشتت، مش حاطط تركيز في حاجه واحده، سواء اذا كانت دراسه او سواء اذا كانت شغل. فانا بالنسبه لي كنت عايز ان انا ابعد عن الحته ديت، لان انا كنت عايز احط تركيزي في حاجه واحده بس، واقدر ان انا اديها زي ما بيقول لك ايه 100% من قوتي عشان الاقي حاجه في الاخر. طيب لو انت تسالني ايه خلاصه الموضوع دوت، زي ما بيقول لك كده احنا دايما هنا على طول، حتى هنا بنقول هنا في امريكا انا عايز اعيش مرتاح، فالاحسن ان انا اعيش مرتاح في ولايه زي تكساس او في ولايه زي فلوريدا. ولو انا عايز اروح نيويورك يستحسن ان انا اروح نيويورك، اروح اتفسح فيها بفلوسي وابقى انا فرحان وانا بتفسح فيها، احسن لما اقعد فيها واشوف عيوبها، لان انا قاعد عمال بعافر جوه، معيش فلوس، ما مش قادر اشتغل، شغال شغلانات تعبانه. فزي بقول لك ايه، اروح نيويورك اتفسح فيها احسن من اروح نيويورك واتعب فيها جوه يعني. والحاجه الثانيه، انت شغال في، يعني انا شغال في الشركه اللي انا شغال فيها ديت، الشركه بتاعتي ليها فروع في كل حته هنا في امريكا. لو انا رحت بكره وقررت ان انا عايز انقل نيويورك، سهل جدا ان انا اروح للشركه بتاعتي اقول لهم انا هنقل، بدل ما هشتغل هنا في تكساس انا عايز اروح اشتغل في نيويورك. لو الشركه عندها مكتب في نيويورك هينقلوني في نيويورك من غير اي مشكله. ده بالعكس كمان ممكن يزودوا لي المرتب بتاعي عشان اوفق ما بين المعيشه في نيويورك
وما بين المعيشه اللي انا كنت عايشها في تكساس، لان طبعا الاسعار اعلى، فمش هيبقى عندهم مشكله ان هم ينقلوني نيويورك. يبقى كده في نفس الوقت زي ما بقول لك، يبقى انت كده ايه، كسبت حاجتين، اللي هو انت نقلت نيويورك وفي نفس الوقت شغال في شركه كويسه وبتقبض مرتبات كويسه، وفي نفس الوقت رحت تكساس مثلا، قعدت في تكساس اكتسبت خبره ولقيت شغلانه وخدت شهاده، والموضوع بالنسبه لك بقى سهل. عايز تنقل اي ولايه ثانيه الموضوع سهل، انت لسه زي ما بيقولوا انت كده كده جوه امريكا، فان انت تنقل من ولايه لولايه الموضوع سهل جدا. بس هي الفكره كلها زي ما بقول لك ايه، ضربه البدايه، لان ضربه البدايه لو مش حلوه هتتعب جامد. فهي دي اللي انا بنصحه للناس. لو انت فعلا جاي هنا امريكا معكش المبالغ الكبيره جدا ولسه بتقول يا هادي ولسه عايز تبدا، انا ما برجحش ولا نيويورك ولا كاليفورنيا. ودي برضو من وجهه نظري، انا شرحت لكم المزايا والعيوب بتاعتها، واي حاجه تانية دي حاجه ترجع لك انت اللي بتقرر، وانت اللي تقدر تقرر حياتك او ايه المناسب ليك. ودي كده تبقى نهايه الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.